هو ليه ربنا سبحانه وتعالى مش بيدافع عن فلسطين؟ سؤال بيجي في بال معظم الناس ضعيفة الإيمان عشان الأحداث اللي بتحصل. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى مش بينزل ملائكة زي ما نزل الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد والحرب دي تخلص وتنتهي ونخلص بقى؟ اسمع كده بس الأول ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه في سورة محمد، تحس إن الآية دي نازلة لأهل فلسطين نفسهم تواسيهم وتعاتبنا إحنا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. طب الناس اللي ماتوا دول يا رب حقهم إيه ولا هياخدوا إيه؟ اسمع: الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها. بقى هنا لازم تعرف حاجتين اتنين. الحاجة الأولى إن ده اختبار من ربنا سبحانه وتعالى لكل